صباح الخير، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. صار فترة ما ناشر، بس انشغالات وهالامور. فاليوم جمعة هسه الساعة 8:30. البارحة خابروني الشباب 11 بالليل تقريبا، قالوا يابا نريد نروح نشوف الثلج. قلنا لهم يلا. فهسه حاليا احنا بالطوز. على الجوجل ردنا مكان دا نتريق، فشفنا بالجوجل اكو مكان اسمه هذا K2K، ما مجربي صراحة، بس راح نجربه ونشوف. بداية كانت سريعة يمكن، يعني ملحق تصور الصبح طالعين من الغبشة. يلا نشوفكم على خير. هذا المنيو، والله شكل المنيو يبشر بخير. خلينا نشوف شنو اللي موجود بالمنيو. مثلا نزل لك هنا، قلت لكم انا من المنيو يبشر بخير. هذا غير لوجات فاصل اعلاني سبونسر. هذا هسه كملنا من هذا المطعم. صراحة مكان نظيف جدا وخدمته سريعة واكل طيب، فانصحكم تجربوه للامانة، يستاهلون. هذا صاير بالدوز K2K. يلا نتوكل. هسه ان شاء الله متوجهين. طبعا هو احنا حجزنا كوخ، هسه اشوف لكم اياه ان شاء الله لما نوصل. احكي لكم هناك التفاصيل مال الكوخ بس نوصل باذن الله بشومان. يلا نشوفكم هناك بما الله. يا هلا بالشباب. هسه وصلنا للمكان المخصص، يعني نخلي بيه السيارات مالتنا، وهم اهل الكوخ اللي حاجزين وياي ينقلونه من الجراج لحد الكوخ. مسافة تقريبا نص ساعة، صعد فوق ان شاء الله. هسه اشوفكم. طبعا هسه حاليا ساعة ب9:03، تأخرنا بالطريق. يلا نوصل هناك ونشوف. جو بارد ما شاء الله، درجة الحرارة هسه 4، الساعة 3. طبعا هو عندهم هواي أكواخ، مثلا هسه هذه اللي بالبداية، وعندهم فوق الجبل. احنا راح نشوف اللي يناسبنا أكثر، بس على الأغلب اللي بالجبل. يعني هناك أكو ثلوج، هنا قليلة كلش، بس يعني إذا أحد يجي يريد يبات بالصيف هم حلوة هاي تكون، فأنصح بيها كلش. الأرض مجلدة. زحلق، لازم نبدل نلبس مال ثلج. كمان الله أنس يفتهم جايب بالفروة ما يلام. شلون أدفو يمك بالفروة؟ تمام التمام. لوز؟ حلو. خلنا نشوف هذه. نزل جوه. لا كمل يمك، تا صور هنا. هاي اكواخ مسويها.
أماكن شوي. برد برد ما شاء الله تبارك الله. هي هاي باقي كلها خانات تقدر تأجرها يومي يعني، أو بس تقعد بيها. هاي شوف هاي حلوة بالصيف أكثر. واردة صارت صدق هسه. ننتظر السيارة تجي تاخذنا حتى نصعد للجبل. المفروض توصل -3، بس هسه هي كلش باردة. هسه درجة الحرارة تقريبا صارت 3. يا الله. هنا جماعة خانسين في السيارة، خانس بالسيارة، خانس في السيارة. ها محمد شو بك صفنا؟ سائقة 8 ساعات. عبودي خوش تشوف بالعافية. الله يعافيك. فول موصيها من شو اسمه؟ امازون. لا من المانيا جبتها. ايه ندري احنا جوعنا. عافية عافية عافية. شنو الوضع؟ داخل حكاية ما تقول. داخل حكاية ما تقول. انس شنو الوضع؟ كان حبايب مال خفقان ما جايب. شو السالفة؟ بسم الله. يلا من هنا اكو طريق يعني من اوقع على شو اسمه؟ حلو اخوي رجال. مو اول شيء ثاني. اي تكلم. هسه وصلنا هنا المكان وبلش الثلج ينزل، بس شوي الطريق مخيف يعني للي يخاف المرتفعات. بسم الله. ها محمد شلون الطريق؟ الطريق ها؟ طريق السيارة. ها عبوديز. يا هلا. ها عبودي شلون الطريق؟ بعدنا عايشين؟ ما اعرف. ورا يلا سهلة خفيفة. جيب خل اساعدك. خمال بيض يمي. ها؟ خمال بيض يمي لا خليها. يلا روح. تفاحية. روح سهلة خفيفة. بسم الله. حتى لا ترجع ما تتوسخ. في
دير بالك. هسه وصلنا للكوخ مالتنا هنا وبلش الثلج ينزل ما شاء الله تبارك الله. ما ادري اذا مبين او لا، بس هذا بقى هاي التفاصيل. احكي لكم تفاصيل الكوخ. هنا سرير، كراسي تقعد، بالإضافة إلى طابق ثاني وحمام. بعدني ما جايكت بيه إذا مي حار أو لا، هسه نشيك ونشوف. بس هذا الأجواء اليوم 30/1/2026. طبعا النقل انت تطبق جراج جوا، لأن ما تقدر تمشي الطريق كلش خطر للي ما يعرف له. والشركة الخاصة بهذه الأكواخ هي اللي تنقلك لهنا. طبعا هذا مستوى الثلوج لهنا ما شاء الله تبارك الله. صور لكم باقي التفاصيل قد شوية ونشوف. صور لكم تفاصيل المكان. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. مستوى الثلج هواي. هذا على الميز. الرسمة المعتادة. ما شاء الله تبارك الله. أجواء حلوة، أنصحكم تجربوه. بس اللي يخاف مرتفعات شوية يعني لازم يغمض. هذا صارت بياض. هذاني هيك يلا متدفي. يا غيابه. هسه الثلج بلش ينزل بكثافة. يلا نصور. طبعا ورايا كانت هاي المفروض كلها يبين الوادي، بس صارت بسبب الضباب صارت تختفي يعني من بينه. هي بالواقع من بينه، بالتصوير من بينه أكثر نهائيا. مكانكم خالي، ضروري تجربون. حلو هذا.
خاصة اللي متعلم على أجواء الصيف عندنا ببغداد. الصيف حوالي، أو مو بس بغداد، أغلب المحافظات الوسطى والجنوبية يكون الصيف مدة طويلة أكثر من 6 أشهر يمكن. يا الله. ما شاء الله تبارك الله. مبين إن شاء الله يومكم. هو المكان بيه هواي أنواع، أكواخ، اكو هاي الفوق، هذا كافيه، هذيك الجوة، هاي الفوق البيضة اللي احنا حجزنا بيها. طبعا لازم تاخذ شغلات مخصصة، يعني ووتر بروف احسن. بسم الله. شنو قاعد الله. بس البس حذاء مخصص افضل، هذا تعبني. دائما خلي وياك، خاصة لما تروح هيك اماكن جديدة، خلي شي وياك احتياط. يلا نروح نشوف الشباب وين. شنو ناموا؟ طبعا هسه غيرت الملابس، لان ذيك الملابس ما كانت مخصصة مال برد، هاي شوية ووتر بروف تكرم. وهذا قبل شوية زحلقت اذا شفتوا، فاكو هاي مخصصات مال ثلج ومو غالية، سعرها مناسب وتفيدك ساعة الساعة حتى ما تتزحلق. لبستهن حتى هسه نطبخ. طبعا هم عندهم نوعين بالحجوزات، تقدر الأول تحجز مع الوجبات وتقدر أنت تطبخ الوجبات اللي تريدها، فإحنا كنا حاجزين الشي اللي نريده. يلا
باب محمد خطيه يبرد. يلا هسه نقعد نحضر الاكل مالتنا. بسم الله. تعال عنك. اليوم اعلم انس. سكن اليوم. One million zillion jillion dillion cotillion times later. جيب الاكل. هنا عاش عاش انس عاش. نحضر الاكل. دك هنا محمد خانس من البرد. شلون الفروة؟ فول؟ بلش يبرد الجو كلش، بس محضرين نفسنا هسه حاليا بال5:30. هسه وصيناهم حتى يجيبون لنا خشب، لان الفحم ينكل بسرعة يروح. زين جايبين مناقيش وفطائر تصبيرات لحد ما يكمل الاكل. ضروري نشوف الشباب شنو دا يجهزون. يا الله بسم الله. هاك اخي شنو تجهيزاتك اليوم للاكل؟ والله اليوم حضرنا لكم مطعم كامل. يا الله بس سوي النهاية سهلة هاي. بس يجي قعد. محمد شنو تحضيراتك اليوم؟ بس تنام؟ سوى لكم البوتيتا محمد. والله بطل. سوينا لكم تبسي. عافية. بس انا سويت تمن. الطبق ذكرتي. عافية عافية. شو تريد؟ عشان ايش هاي؟ بس محتاجين الطباخ الثاني. انا جايب احتياط اصلا. خلي اشوفكم. عبد الله ايش تسوي لنا هنا؟ تمن وشعرية. لوز. يشتغل الطباخ. وهنا شنو بهذا؟ تبسي؟ ذاك تبسي لحم. واو. واو. وعلى صفحة محمد سوى البوتيتا ديتشي. هاي البطاطا المشوية. محمد تليفون. اي والله على الوقت. هاك استخدم. انس شنو الوضع يمك؟ ما بالكون. انس جاي تقلب بالتليفون لو جاي هنا تعيش الاجواء؟ اثنين. لا واحدة منهن. لا اثنين. هنا عندنا انس مدمن مال السوشيال ميديا. في محمد. في عبود. هذا التمان. اسوي لكم تمن. اعجن تمن اذا تاكله. هسه نجربه. اذا ما اشتعلت يا اخي فموجود طباخ ثاني جايب احتياط. لا. هسه صار وقت الجهد بردت حيل. حاليا ساعة 6:30. الشباب كلها لفت الشمغ عبال قام ينزل بالبرد. فيديوهات صغيرة. يريد ينزل ما شاء الله تبارك الله. الناس كلها طبت جوا ختلت.
شلونه؟ بس تسمعون الصوت؟ عبود جاوره للتبسي. هو قلبته اصلا يعني. لا لا قلبناه كله. خليه. هاي بعدين نكتب لكم الوصفة ان شاء الله. هاي وصفة عبد الله. شيف عبود. ما شاء الله تبارك الله. الجو حتى لا يصير حكاكه. هي صارت ما اريد اطلعها متبع. يلا خوش. نطلعها وحدها. ما يحتاج ماي، الثلج دا ينزل عليه. لا ما يحتاج. تمن بالثلج هذا. ايه شوي شوي. محمد شنو؟ انا سطني الكرتونه شويه ثواني. صباح الخير شباب. حاليا ساعة 7. الأجواء شلونه المكان؟ عجبكم؟ لا ما شاء الله هذا البارحة نازل. وقع الكاميرا. هسه بلشنا نحضر الريوق. هذا زبد وبصل والنار او الطباخ. راح نسوي بصل وبيض افطر. يلا احب هذا الريوق. هسه بلشنا بالريوق. محمد دا يصور ريوقنا اليوم. نتريق شنو محمد؟ ايش راح نتريق؟ بصل وبعد زبدة. بعد وين البندورة؟ يدرمون الشباب. وفطر وبيض. اطيب تشكيله. واكيد النوع الثاني دا يسووه الشباب هو لحم مثروم وبيض وبصل. الطبخ بهذا الجو اطيب شيء يصير، خاصه بهيك اماكن يعني انت رايح سواء مخيم او بكوخ. كلش طيب يصير والله. ما شفت البارحه شلون العشاء؟ شنو رايك بالمكان؟ شنو رايك بالمكان؟ اجواء تخبل والله بيشوك. بس هاي فاشله. اي هي المرافق الحيويه من ناحيه الحمام، من ناحيه المبيت، الكوخ. اي يعني مطبخ افضلها للشباب اكثر يتحملون من العائله لان ماي بارد بس ماكو ماي حار. ما اعرف بالنسبه لباقي الاكواخ. انا اعتقد المطبخ وياه. انت بسمع العمق مالتهم. يمكن اي يعني انت باي ما تحس غرفتي يعني. هو حسب الحجز مالتك اكيد. يعني كلهم نفس الشيء. بالنسبه شباب بالنسبه لتفاصيل الحجز ما ياخذونهم مع الكوخ، ياخذون على الشخص. الشخص $80 بدونك. بدون الاكل صح. ويا الاكل $100. ويا الاكل $100. طبعا اذا تجون فجيب وياكم قناني مال غاز احتياط ينباع هنا. جمدت هذه القنينه بدأت تشتغل فطلعنا غيرها. هاي مشتغله.
هذا الفلير جن كلش مهم، واذا اجيب مشعل بعد احسن. هنا الشباب يحضرون باقي التفاصيل مال ريوق. عبود ايش عندك اليوم؟ شلون؟ مخلمة شنو؟ لحم وبصل وطماطم. احسنت. اكو جبان وكذا اسوي فطار. عافية. حتى اذا ما تعرف تطبخ بهاي الاماكن تتعلم، خاصة اذا تروح تخييم هواي تتعلم طبخ، يكون الطبخ طيب كلش. بلشت تندي او تنزل ثلج ما ادري. المهم اخاف تجي ان شاء الله. ضروري جيب وياك هذه، موجودة بهواي اماكن. صور الحذائي. باعث مثلا هذول هذا الحذاء نزلت هذا الدرج كله قاعد. نزل على ظهره من اول باية لاخر باية، فضروري عندكم هاي الشغلة. الزم القيادة اخي. خاف لا الزحمه. دير بالك هذني زحلقا كلش. ليت الفطر جبن. هذا مهم، عشان يقسم هذا. هذا مهم. يا الله. ونصي شويه. نصي نصي شويه واذا تنقلع ها ملح نشد لو ما حد. ملح اوكي بس فلفل لا. ليت صوره بشرفك. انا داخل. بس صورة انت تدلل. بعد ما اعرف كيف. كافي لا هواي صار. سالب واحد تشعر بيها. هاي نزل جوا نفرش قد feels like سالب واحد. هسه جهزنا الريوق. هذا ريوقنا هنا. يلا هسه بدنا نسوي كيكة عيد ميلاد محمد. يلا باعوا لان اليوم هو عيد ميلاده. هاي الكيكة عبد الله سواها. الثلج عافية عليك. مقلوبه كيكه. وازنها. واو شلونها؟ محمد قل له يلا لا يطفى العود. ها؟ شغلنا لك يا عسر راح تطفى. طفت. ايه بخور. هابي بيرثداي تو يو. هابي بيرثداي تو يو. هابي بيرثداي تو لا تشعل شعره. هابي بيرثداي تو يو. يلا طفيها. ما لي شيء مشتغل. جاهز مشتغل. شعلها. ايه جمرها. جيب له سكينة. جيب سكين هنا. صف الباب. لا تشتغل. كان مشتغل.
هاك حماده بالمقلوب حتى تحقق امنيتك. ايه اكيد. كافي حركة العود. هاي مشتعل. يلا محمد. محمد مشتعل بس انت ما تشوف. يسار ليه؟ يلا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you محمد. Happy birthday to you. يلا حالا بالا حيا ابو الفاصات. قصها الكيكه. قص. اي بالمقلوب. احسنت. هاي قطعه يلي. يلا كلها. كيكه اصليه ترى هاي. لا دب على صح. راح اسهلك. طبعا لما اجينا كان طريق الصعود يعني مثل ما قلت لكم كلش خطر، فهسه راح نشوف النزول شلون وياه. يلا ان شاء الله خير. بس هنا لا ترحون، من هيك لا ترحون. هذا مو حقيقي، يجوز بس ثلج. يعني مو قاع حقيقية، ممكن تكون بس ثلج. ها؟ تعال خلينا نكمل هذا الرجل الثلجي. لا اندار على ظهرك. وقع وقوع. اقمز وشيت تطلع طابوقه. لا جيب طابوقه شقلات. وقعت. طبعا لابس قماش. طيني. هني يجرب. لا جاي يدخن. هسه متوكلين ان شاء الله راجعين بالطريق. يلا عين يلا. ان شاء الله خير، لان التايرات هذني مزعجات، المفروض بيهن مخصصه مال ثلج وهيك. ثلج. اهلا وسهلا بكم قرية حبيبي. سكران سنو. هلا. بس هذا لازم تاير. لا ماكو مشكله. ماكو مشكله. احنا شو اسمه محترفين؟ محترفين بهذا الموضوع. اوكي. اي وقت يريد زنجير، اي وقت ما بي زنجير، اي وقت يعني. اوكي. اهم شيء سلامه الزبون على راسنا. حبيبي سلامة يعني راسك. 100% تجي بالفوق وينزل. ايه 1000% واصل مضبوط. شكرا ممنون سلام. حبيبي. فصل. سمعتوا هذا كاروان، انا كاروان مدير هو. القريه سكران. هو المدير مالتها مال قرية سكران. يلا بالتوفيق. بعيني شو انا كاروان مدير قريه سكران سنو. اهلا وسهلا بكم. اي جماعه تجي بقريه سكران سنو. سكران سنو احلى منتجع سياحي، اعلى هوتيل 5 نجوم بالعراق بارتفاع وبالخدمات. حبيبي هلا. شكرا ممنون. يلا سمعتوا. يلا ان شاء الله خير. بس الحمد لله وصلنا بسلامة للجراج هذا يعني، وكملنا رحلتنا بخير وسلامة. كتبت لكم أنا، مو كتبت لكم، ذكرت لكم التفاصيل كليتها، واللي يحتاج أي شيء يراسلني سواء انستغرام أو فيسبوك أو باليوتيوب نفسه بالتعليقات، وأنا موجود إن شاء الله. يلا نشوفكم برحلات أخرى وطلعات أخرى. في أمان الله.